عندما كان لاعبا، فربما يصطدم معهم ويوصل لنفس النقطه. احنا منتظرين كيف سيتصرف ميدو، لكن مش معنى كده ان احنا بنتربص بيه، بالعكس احنا بنتمنى انه ينجح ميدو زي اي واحد منتمي وبيحب نادي الزمالك في مصر. احنا بنتمنى له يسعد جماهير نادي الزمالك. وميدو ما تنساش ان عنده تجارب احترافيه بالفعل ناجحه جدا. ميدو اللعيب الوحيد في تاريخ مصر اللي مسجل ما يقرب من 100 هدف في الدوري في الدوريات الاوروبيه المختلفه. ولكن زي ما قال كابتن جمال من شويه، التواجد داخل المستطيل الاخضر شيء، والتواجد من الخارج يعني تقوم بدور المايسترو او القائد شيء مختلف، وملكه مختلف، وامكانيات مختلفه، وفكر مختلف تماما. هل هيستطيع ميدو انه يغرس هذا الفكر في لاعبي نادي الزمالك ويجد منهم التجاوب، خصوصا انه كان بيطلع هذا المخزون رغم انفه، لانه كان بيعيش اجواء احترافيه احنا بنفتقدها في مصر، لا في نادي الزمالك ولا في نادي الاهلي ولا في كل الانديه تماما. في حاله من الدلع، في حاله من الاستهتار، في مشاكل كبيره جدا بسبب الماديات في كل انديه مصر، وعلى راسها نادي الزمالك، وهي ايضا عقبه كبيره جدا. كان الله في عون ميدو بالفعل. بالظبط، يعني المساله التجربه هتكون صعبه جدا عليه، اما انه ينجح ويكون نجم زي ما قلنا، نعم. سوبر ستار في مجال التدريب، اما ان يختفي ميدو تماما ويحكم على نفسه بالاعدام كمدرب قبل ان يبدا. بالفعل كابتن جمال، يعني الزمالك يعيش في ازمه منذ 5 سنوات او اكثر، ويعني حقيقه هناك مشاكل كثيره ماليه واداريه ايضا. يعني الان كيف لك ان تتخيل او تتصور فريق الزمالك بعد عدة أسابيع تحت قيادة ميدو؟ وطبعا في مشكلة كبيرة جدا هتقابل ميدو، ودي طبعا كلنا منتظرينها واحنا مش عايزينها تبقى مشكلة، ولكن الواقع بيقول كده. ميدو صاحب شيكابالا جدا، وشيكابالا اصلا عايز يسيب النادي، وهو بيقولوا انه في تركيا في رايح بره، انما هو شيكابالا ما عرف ان ميدو جاي، فطبعا هو صاحبه فممكن يلعب. فزي ما قال الاستاذ صبحي، في لعيبه ممكن تبقى تعمل مشاكل زي ما كان ميدو بيعمل مع المدربين. فشيكابالا مش هي يعني بيصير المشاكل كتير جوه الملعب مع اللعيبه، مع الجمهور، مع المدربين، فهتبقى خناقه بين اتنين عصبيين. فدي يبقى من حظ ميدو ان شيكابالا يخرج من النادي يروح يحترف بره في الفتره الحاليه، على الاقل يخلص من واحد صاحبه قده ما يقدرش يقوده في الملعب. دي مهمه جدا جدا، دي مشكله مهمه جدا ان احنا المجزره ما فكرش فيها، ان لازم شيكابالا يمشي قبل ما ميدو يمسك الاول، علشان ما يبقاش في حد نجم في الفريق زي ميدو، فيبتدي ميدو يحس ان هو ما اتخانق مع المدربين قبل كده ان المدرب مش عايز يخسر، المدرب بيوجه علشان عايز يكسب او بيخرج عشان عايز يكسب. هيعيش التجربه، وزي ما قال الاستاذ صبحي الايام دول، هيعيش التجربه ويجي يخرج لعيب نجم هيرد عليه. فاحنا محتاجين برضو ميدو يبقى هادي جدا جدا عشان التجربه تنجح مع اللعيبه. وخصوصا طيب لو خيروا جماهير الزمالك بين بقاء ميدو كمدرب او شيكابالا، اعتقد هيختاروا شيكابالا يعني مش ميدو. طيب لأن يعني طبعا. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أشكر ضيفي في الاستوديو الزميل صبحي عبد السلام الصحفي في جريدة الوطن القطرية، كما أشكر ضيفي من القاهرة نجم الزمالك والمنتخب المصري جمال عبد الحميد. أشكركم أيضا على حسن المتابعة. غدا حدث جديد. تحية لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدربين، فشيكابالا مش هي يعني بيصير المشاكل كتير جوه الملعب مع اللعيبه، مع الجمهور، مع المدربين، فهتبقى خناقه بين اتنين عصبيين. فدي يبقى من حظ ميدو ان شيكابالا يخرج من النادي يروح يحترف بره في الفتره الحاليه، على الاقل يخلص من واحد صاحبه قده ما يقدرش يقوده في الملعب. دي مهمه جدا جدا، دي مشكله مهمه جدا ان احنا المجزره ما فكرش فيها، ان لازم شيكابالا يمشي قبل ما ميدو يمسك الاول علشان ما يبقاش. عندما كان لاعبا، فربما يصطدم معهم ويوصل لنفس النقطه. احنا منتظرين كيف سيتصرف ميدو، لكن مش معنى كده ان احنا بنتربص بيه، بالعكس احنا بنتمنى انه ينجح ميدو زي اي واحد منتمي وبيحب نادي الزمالك في مصر. احنا بنتمنى له يسعد جماهير نادي الزمالك. وميدو ما تنساش ان عنده تجارب احترافيه بالفعل ناجحه جدا. ميدو اللعيب الوحيد في تاريخ مصر اللي مسجل ما يقرب من 100 هدف في الدوري في الدوريات الاوروبيه المختلفه. ولكن زي ما قال كابتن جمال من شويه، التواجد داخل المستطيل الاخضر شيء، والتواجد من الخارج يعني تقوم بدور صعبه جدا عليه، اما انه ينجح ويكون نجم زي ما قلنا، نعم. سوبر ستار في مجال التدريب، اما ان يختفي ميدو تماما ويحكم على نفسه بالاعدام كمدرب قبل ان يبدا. بالفعل كابتن جمال، يعني الزمالك يعيش في ازمه منذ 5 سنوات او اكثر، ويعني حقيقه هناك مشاكل كثيره ماليه واداريه ايضا. يعني الان كيف لك ان تتخيل او تتصور
فريق الزمالك بعد عدة أسابيع تحت قيادة ميدو؟ مايسترو او القائد شيء مختلف وملكه مختلف وامكانيات مختلفه وفكر مختلف تماما. هل هيستطيع ميدو انه يغرس هذا الفكر في لاعبي نادي الزمالك ويجد منهم التجاوب، خصوصا انه كان بيطلع هذا المخزون رغم انفه، لانه كان بيعيش اجواء احترافيه احنا بنفتقدها في مصر، لا في نادي الزمالك ولا في نادي الاهلي ولا في كل الانديه تماما. في حاله من الدلع، في حاله من الاستهتار، في مشاكل كبيره جدا بسبب الماديات في كل انديه مصر وعلى راسها نادي الزمالك، وهي ايضا عقبه كبيره جدا. كان الله في عون ميدو بالفعل. بالظبط، يعني المساله تجربه هتكون صعبه. وطبعا في مشكله كبيره جدا هتقابل ميدو، ودي طبعا كلنا منتظرينها واحنا مش عايزينها تبقى مشكله، ولكن الواقع بيقول كده. ميدو صاحب شيكابالا جدا، وشيكابالا اصلا عايز يسيب النادي، وهو بيقولوا انه في تركيا في رايح بره، انما هو شيكابالا ما عرف ان ميدو جاي، فطبعا هو صاحبه فممكن يلعب. فزي ما قال الاستاذ صبحي في لعيبه ممكن تبقى تعمل مشاكل زي ما كان ميدو بيعمل مع